السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة الخير وعاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين وسعداء دايما. الفيديو اللي فات اللي شرحنا فيه ازاي نضيف حساب الدفعات على الحساب ادسنس مصر. النهاردة ان شاء الله هنكمل بقية ازاي نثبت الملكية، عشان الرسالة دي خضت ناس كتير. ازاي نثبت الملكية للفيديو؟ انتظروني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ شرفتوني دايما ونورتوني دايما بوجودكم معايا على القناة، وما تحرمش من تعليقاتكم الكويسة جدا. بصوا يا جماعة الخير، انا ببدأ من اول وجديد. انا كده بتأكد انا دلوقتي على جوجل، واقف على جيميل القناة، على جيميل ادسنس اسف. وبعد ما دخلت على جيميل ادسنس وكتبت هنا في النص ادسنس، دخلت عليه، كتبت، دوست على اول اختيار، كسب الارباح باستخدام ميزة تحقيق الربح من المواقع. دي في بداية الامر انا بعمل كده، بتجيلي الصفحة دي، بقول له تسجيل الدخول. بصوا يا جماعة الخير، دلوقتي اول ما فتحت تسجيل الدخول انا هعمل معاكم خطوة بخطوة في كل حاجة. مطلوب اتخاذ اجراء. هناك مشكلة يجب الاطلاع عليها في حساب الدفعات على ادسنس. وده انتقل، انا عاوز ادخل على الدفعات بقى. انا قادر ادخل من الاشعار ده، بس انا عاوز ادخل على الدفعات ذات نفسها، عاوز ادخل على الحساب ذات نفسه الاول، زي ما اتفقنا امبارح في فيديو امبارح. ادي دخلنا على يوتيوب ادسنس في البداية، وبعد كده ندوس على كلمة الدفعات، بعد كده معلومات الدفع. فتحت معانا الصفحة دي، بيقول لي حسابات الدفعات ادسنس مصر. وزي ما اتفقنا ادسنس مصر يعني مدونات او مواقع، اصحاب المواقع او اصحاب المدونات. يا جماعة الخير، انا كل ده بتكلم، كل الترتيبات اللي احنا بنعملها دي بالنسبة للمصريين. طيب هنيجي في بداية الامر ونقوم عاملين ايه؟ نازلين دايسين اختيار منتج. بيقول لي ادسنس ولا يوتيوب؟ بقول له لا يوتيوب. بقول له الحساب الدولاري، خلاص اتأكدنا اللي موجود عليه الرصيد بتاعنا تمام، مفيش اي مشكلة. بندخل على الحساب المصري اللي احنا امبارح ضفنا له، الحاجة بتاعته، الحساب بتاعه. قايل له في انتظار التحقق. عاوزين بقى نثبت التحقق، بنقوم دايسين اثبات الملكية. دي اسهل طريقة وافضل طريقة لاثبات الملكية. طيب بيقول لي هنا التحقق في ايداع من جوجل، يعني رسالة هتجيلي على الموبايل، بتجيلي من جوجل ان الحساب ده اتضاف عليه كذا، الحساب ده اتعمل فيه كذا، الحساب ده اتنفذ عليه كذا، او اتضاف على حسابي كذا. طيب هنا بيقول لك برجاء البحث عن المبلغ يقل عن قرش عن جنيه، تم ايداعه في 7 ابريل 2025 في تاريخ قريب منه. تمام. فكده يا جماعة الخير، انا الحمد لله جات لي رسالة على التليفون بالايداع بتاعي خلاص. ودلوقتي قدام عينيكم انا هفعل الحساب بتاعي. فبقول له حدد المبلغ، فبحدد المبلغ اهو، موجود قرش، 2 قرش، 3 قرش، وهكذا لحد بصوا يا جماعة الخير، لحد 99 قرش اهو. طيب انا المبلغ اللي اتحدد لي اهو، المبلغ اهو اللي اتحدد لي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ بالتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا معاك اهو. حسنا، اصبحت جاهزا للاستخدام. حسنا، انا معاكم خطوه بخطوه، ما شلتش اي حاجه وما عملتش اي حاجه. فبالتالي الرساله خلاص راحت اللي باللون الاحمر، وقدرنا نثبت الملكيه بتاعتنا بتاعت الخط بتاعنا.
الحمد لله والشكر لك يا رب. بالنسبة للرسالة بقى، مطلوب اتخاذ اجراء هناك في مشكلة في انتقال الدفعات. الكلام ده على ادسنس مش على يوتيوب. اهو يا جماعة الخير، مطلوب اتخاذ اجراء هناك مشكلة، يجب الاطلاع على حسابك على ادسنس، على ادسنس فحساب الدفعات. فلو اتنقلنا اهو للدفعات، بص يا جماعة الخير، هتجيب لي ايه؟ كل حاجة برضه تمام، مفيش اي مشكلة، مع مجرد ان 12 ساعة 24 ساعة هيعدوا عليك. انا ديني جات لي رسالة، ويمكن انتوا سمعتوا الصوت معاكو، الرسالة هي جات لي على جيميل، رسالة جات لي على جيميل ادسنس. اهو بص يا جماعة الخير، انا هقرا لكم رسالة وانا معاكو اهو. الحمد لله، آه تم اثبات، تم اثبات ملكية حسابك جوجل ادسنس وحسابك المصرفي. تم اثبات الملكية، يمكنك الان اتخاذ دفعاتك وتلقي في حسابك المصرفي. تحياتي والله ليكم اخواتي الكرام، ما تحرمش منكم جميعا. كل عام وانتم طيبين. وانا برضو بقول لكم وبفكركم، انا جميع منصات التواصل الاجتماعي عندي موجودة في وصف الفيديو. اللي يحتاج مني حاجة يدخل، هرد عليه بكل تلقية وتحت امر اي حد. كل عام وانتم طيبين، وما تحرمش منكم. ما تنسونوش في اللايك وتعليقكم الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.